بتسرق الفراخ وبتخبيها في هدومها وبتطلع بقى فرختين لعبه مكانهم وبتحطها فوق التلاجة وبتطلع كمان لون وبتدهن بيها الفراخ وبتحط لها تسعيره اعلى بكتير من السعر الاصلي. ولما بيجي زبون يشتري منها بيلاقي ان هي بتبيع فراخ لعبه وبيتهمها انها نصابه وبتشتري من البنت اللي عملت كده. ولما بيمشي بيفضلوا يتخانقوا ويضربوا ببعض فبيجي البوليس وبيقول في ايه وبتقول لها ان دي بتسرق الزباين وبتقول لها كمان الفراخ المدهونه وبتحط على محلها مغلق وبتقبض عليها. وتاني يوم بتخرج من السجن وبتلاقيها بتبيع في الشارع وبتشوفها بعد ما بعت الفراخ لواحده عمياء بدل ما تاخد $1.50 خدت $15 وبتقول لها الفلوس كانت $1.50 بس. والبنت بتكون متصور الكلام ده كله وبيجي الزبون اللي اشترى منها في الاول وكان راح يتخانق معاه عشان الفراخ طلعت بايظه بس البنت بتوقفه وبتقول له في طريقه تانيه عشان تنتقم بيها. وبعد شويه وهي بتجيب شغل بتسيب جردل الفراخ على الارض وبتروح تجيب حاجه فبيبدلوا جردل الفراخ بفراخ لعبه وبيطلعوا يجروا وبيبيعوا الفراخ دي بنص الثمن وناس كتير بيشتروا منهم وبيجيب لهم البوليس وبتتهمهم انهم سرقوا الفراخ بتاعتي وحطوا مكانها فراخ لعبه. فبتقول له انا مش حراميه وبتوري له الفيديو وهي بتسال الست العجوزه وخدت $15 بدل ما تاخد 1.5. وفي زباين بيكونوا واقفين وبقول ايوه دي حراميه كل يوم بتسرقنا. وبعد ما بيتاكد انها حراميه بيقبض عليها.